السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي ديليس دو زينب. الوصفه تاعنا اليوم لي صالي بعجينه ان بو سبيسيال، يعني خاصه شويه. وهاد العجينه تجيكم لي باتن تاعكم ولا لي صالين تاعكم يجوكم مهشاش بزاف ويتفتوا على الفم، لكن تبعوا الطريقه وان شاء الله تنجح لكم. وهاد العجينه تستعملوها في لي تارتولات، في لي صالي اللي غادي نديروهم اليوم، ومام في لي كورني يجيكم شابين بزاف. نجربوهم ان شاء الله. نبداو مع بعض المقادير. عندنا عبار تاع زبده دايبه، والزبده ماذا بكم تكون حاميه، يعني كي تخرجوها خلوها واحد 5 دقائق وخدموا بها، ما تخلوهاش حتى تبرد. هذه السر الاول. ودائما تبعوا العبار، يعني انا هنايا ذوبت 125 غرام زبده، لكن ماشي شرط تشوفوا بالغرام، المهم تبعوا غير العبار اللي ذوبوه زبده غادي ديروه فارينه فقط. اللي يذوبوا زبده ديروه فارينه. هذه هي. المهم كما قلت لكم الزبده تكون شويه سخونه، ما تكونش بارده. ديروها بارده ما تنجح لكمش. دروك نضيف 3 عبار فارينه، ودائما تبع العبار تاع الزبده شفتوا ما كانتش معمره، الوغ ندير نفسها فارينه، ما نعمرش العبار نتاعي. ها العبار الاول، وهذا العبار الثاني، وزيدوا العبار الثالث. وتنجموا تخدموهم توجدوهم قبل وتدسوهم تحتفظوا فيهم، تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور. نديروا شويه ملح، ونبسوا العجينه تاعنا. غادي تجي مبسه، دوك تشوفوا. وهي كي تكون مبسه مليح تجي شابه، ما تكونش مبسه مليح ما تجيش شابه، لان هذا هي قلت لكم السر تاعها. كي ديروا الزبده سخونه تتبسس مليح، كما راكم تشوفوا القوام تاعها يكون على هذا الشكل. وطبعا هاد العمليه مهمه نبسوا غايه باش لي صالين تاعنا يجونا شابين ويجونا هشاش. وكما قلت لكم لو كان تخلوا الزبده حتى تبرد غادي لي صالي تاعكم يجوكم قاصحين، لهذا ما تخلوش الزبده تبرد، خلوها غير 5 دقائق بعد ما تذوب خدموا بها مباشره. راكم تشوفوا راني نبسس مليح. ومن بعد نضيف الماء تاني ما يكونش بارد، يكون دافي. ان شاء الله تبعوا الخطوات تسمعوا مليح اش راني نقول. الماء ما يكونش بارد، يكون دافي. ونلموا العجينه تاعنا وما نكتروش فيها الماء. ايضا تكتري فيها الماء غادي تجيك ايضا قاصحه. نضيفو غير بشويه ونلمدو، ما نعجنوش. كما راكم تلاحظوا راني غير لمت فيها. نضيفو بالتدريج، ما تزربوش في الماء، غير بشويه وانتم تلمدوا في العجينه تاعكم. حتى نتحصلوا على عجينه رطبه. قريب تتلم لنا، تقريبا تلمت لنا. انا نضيف شويه ونحبس. في هذه الكميه وصاين نكونوا تحصلنا على عجينه ملساء طريه. وملاحظه قلت لكم ما تعجنوش، راكم تلاحظوا راني غير لم فيها. وهنا تحصلنا على عجينه كما راكم تلاحظوا رطبه. دروك شنديرو نخلوها
خلوها ترتاح. قبل ما نخلوها ترتاح نوريكم المول اللي غادي نستعمله. كاين بزاف عندهم هذا المول ويحيروا شنو نديروا فيه. انا اليوم مديت لكم فكره غادي نقدم فيه دي صالي. طبعا نغطوها بابي فيلم ونتركها ترتاح ربع ساعه نصف ساعه، يعني شحال ما تخلوها ترتاح العجينه تجينا شابه. بعد ما ارتاحت العجينه بديت نخدم بها. انا ما خليتهاش طولت في الساعه، نتوما خلوها ترتاح شويه ومن بعد ديروا كويرات ولا كيما بغيتو وتبدو تحلوها على هذا الشكل في المول تاعكم. بغيتو ديروا كيما هذا هكا زعما كويرات وتحلوا، بغيتو تحلوا كاع العجينه وتطبوها بطابع دائري وديروها في المول، يعني طريقه اللي تساعدكم. يعني من الأحسن حلوها وديروا دوائر وديروا في المول. بعد ما درنا كامل الصينية دركا ما ننسوش نتقبوا كل الأطراف في الوسط بالفرشات على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا، تقبوها مليح. هكا باش يطيبوا نغايه وما يتفخوناش في الوسط. جبت لكم حشوه اللي ديروا بها لي تارتيلات ولا لي صالين تاعكم. شنو نحتاجو حبه بيض مغليه، 3 حبات فرماج كاري ولا مثلثات يعني كيف وغادي نديرو 2 مغارف حليب والزيت. غادي نبداو نديرو 2 مغارف حليب، مغرف كبيره طبعا، نقطعوا البيضه اللي كنا غليناها وخلوها تبرد شويه. ونديرو 3 حبات فرماج، ملح ما كتروش، نعرفوا باللي الفرماج مالح، وشويه فلفل اسود. ونحكموا البران تاعنا نخلطوا في الاول نخلطوا غير شويه، نبداو نضيفوا الزيت. ندير لكم العبار بالمغرف، مغرف 2 3 سمحوا لي على ضجيج. أربعة 5 6 7 8 حبسه 8 غارف. انا كنت ندير عيني هي ميزاني، بس انا عارف بزاف يقولك شحال من المغارف هذيك هي راكم تشوفوا تقالت لنا غايه. غادي ندخلوها للثلاجه تبرد. وها هي النتيجه. للعلم انا كنت محتاجه يعني ضعفت الكميه، عاود زدت حبه بيض وخد اخرى
وكيما نفس المقادير غير ضاعفتهم وتحصلوا على هاد النتيجه. شوفوا كيفاش تجي. يعني نتوما القوام تاعكم الزيت، ننصحكم في الزيت ديروا دائما 4 مغارف الوالا وقعدوا تشوفوا. يعني القوام تاعها الا بغيتوها كيما هكا ثقيله ما تكثروش الزيت، كي تكثروا الزيت غادي تخفف لكم. هنا حرزوا روحكم من الزيت، ديروا غير بشويه. وها هما اللي صاليتو عنا بعد ما طابوا. والكريمه تاعنا ها هي، نعمروا نديروا بوشا دويل يعني نزوقوهم بواسطه جيب الحلواني ونعملوا نديروا هكا كما راكم تلاحظوا. يجي ديكور شباب. نكملوا الباقيه على هذا الشكل. يعني كما نعرفوا رمضان يبغي العين تشبع قبل الكش. وهذا هو الشكل النهائي تاع المملحات نتاعنا. ان شاء الله يكونوا يعجبوكم. هذا جربت نقيس شويه طون، يعني نعطيكم فكره الا بغيتوا تزيدوا معاه الطون كيفاش يجي. شوفوا كيفاش يجونا، نظره رائعه وذوق اكيد رائع. الكريمه شوفوا كيفاش تجي. ماذا بكم باش تحصلوا على هكا كريمه متماسكه ردوها في الثلاجه واحد نصف ساعه عاد استعملوها باش تحكم القوام تاعها وتنجموا تشكلوا بها هاد لي فلور يعني. ولا بغيتوا عادي ما تشكلوا والو تقدروا تستعملوها تمتم. وهذه هي الوصفه تاعنا اليوم. الى عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ديروا لنا جيم. كما نقول لكم دائما الجيم تاعكم راه دعم القناه وتشجعني باش نزيد نضيف وصفات اخرى ان شاء الله. واللي راه اول مره يشوف القناه ما عليه غير يشترك في القناه ويفعل الجرس. ونقول لكم الى جربتوا اي وصفه من وصفاتي نتمنى تكتبوا لي في التعليق انكم جربتموها ولا نجحت لكم ولا لا. تعليقاتكم تاني تهمني ان شاء الله. ونقول لكم الى وصفه اخرى. سلام.